ما لقيتش لوكيشن انسب من ده علشان اتكلم فيه في الموضوع بتاع النهارده. خالتك بيراميدز من ساعة ما خسرت الماتش اللي فات مع الاهلي وهي مش على بعضها ومش عارفة تعمل ايه. قامت بقى خالتك بيراميدز، ما هو شغل سلايف ده، شغل سلايف ده مش شغل أندية كبيرة. المهم خالتك ام رمضان اللي هي خالتك بيراميدز يعني راحت عملت ايه؟ قالت وديني لا ارفع عليهم اسعار التذاكر بتاعت الماتش اللي جاي، هخليهم ما يجوش خالص. ليه كده يا خالة ام رمضان؟ دي كورة، دي مكسب وخسارة عادي، يعني مش جايز تحصل معجزة وتكسب الماتش اللي جاي يا خالتي. قالت لا والنبي ما هينفع، وانا هعرف اتصرف، والنبي ما هعرف هخلي مش جمهوره ده حماه، انا هخلي حماه ده ما يجيش الماتش خالص. وطبعا عشان خالتي ام رمضان ما تفهمش اي حاجة عن جمهور النادي الاهلي او عن الجمهور اصلا في العموم، لان هي ما عندهاش جمهور في الاساس، افتكرت ان لما تخلي تذكرة الدرجة الثالثة ب 200 جنيه بدل 75، وتخلي درجة أولى 2000 جنيه ومقصورة 5000 جنيه، ده على أساس إن هم هيوزعوا وجبات على المشجعين وهم بيشجعوا، ولا هقعد جنب كريستيانو، ولا جورجينا هتنزل علينا بالمشاريب. ما علينا، زي ما قلت لكم عشان خالتي ام رمضان ما تعرفش يعني ايه اصلا جمهور، فبالتالي جمهور الاهلي فاجئ خالتي ام رمضان وراحوا حجزوا التذاكر كلها، وكانت التذاكر اول ما نزلت سولد اوت. يا كسفتك يا حازم، حازم يا كسفتك. ليه بقى؟ عشان ده مش شغل انديه كبيره محترفه، ده شغل سلايف. تفتكروا بقى الموضوع خلص على كده؟ والنبي ابدا، انا مش عارفه انا بحكي كده ليه، بس يعني هي دي الطريقه المناسبه للموضوع ده. والنبي يا اخواتي الموضوع ما خلصش على قد كده. بعد جمهور الاهلي ما راح وكسف خالتي ام رمضان، راح النادي الاهلي عمل حاجه اكبر تكسف بيها خالتي، شكلهم بقى وحش. الاهلي بقى عمل ايه؟ راح بعت وقال ان هو هيدفع، او بغض النظر يعني عن ايه الجيران اللي بياكلوا بعض فوق، ملناش دعوه يا مهي، كل واحد في حاله. بعتت قالت ان النادي الاهلي هيدفع 150 جنيه من تذكرة الدرجة الثالثة اللي هي ب 200 جنيه، وان المشجعين هيدفعوا 50 جنيه بس. صراحة حركة بوم في الجون. إدارة النادي الأهلي خلت شكل إدارة نادي بيراميدز زي الزفت، وإن هم أهم حاجة عندهم المشجعين بتوعهم ويعملوا علشانهم أي حاجة. هو مش جمهوره حماه بس، ده كمان النادي بيقدر الجمهور. الشكل العام بقى مسخرة جدا لخالتي أم رمضان، صراحة يستاهلوا كل خير. يعني تقدر تقول كده بمعنى أوقع إن إدارة النادي الأهلي بتقول لإدارة بيراميدز إن الإدارة فن مش عن حركة صراحة من إدارة نادي بيراميدز ملهاش أي 30 لازمة. ومعرفش هم عملوا كده ليه وعشان إيه. هم كانوا فاكرين إن كده يعني إن جمهور النادي الأهلي مش هيحضر الماتش، يبقوا يعني غلطانين قوي. ما عملوش الحركة دي، ما عملتش فيهم أي حاجة غير إنهم بقوا تريقة السوشيال ميديا وتريقة الإعلام كله. بما إن جبت سيرة بيراميدز، أحب أقول لكم إنه كلنا طبعا عرفنا إنه رمضان صبحي خلاص راجع تاني يلعب، وهيرجع من الماتش الجاي للأهلي. هقول له مبروك يا رمضان، وده فعلا مبروك من قلبي، أنا ما بتريقش، علشان أنا ضد إن حد يخسر حياته وشغله وسمعته بالمنظر ده. فبرضو يعني في رحمة، يعني مبروك يا رمضان، واشتغل على نفسك علشان ترجع تاني رمضان صبحي اللي كنا بنشوفه وبنشوف لعبه. وسارة يا ابني مستقبلك ينتهي بالمنظر ده. بدل ما إدارة النادي كانت تفكر ازاي تكسب الماتش وتتمرن اكتر وتفوكس وتخلي اللعيبة يتمرنوا كويس علشان خاطر يقدروا يلعبوا الاهلي ويخلوا منظرهم كويس شوية، عشان بما انهم يعني رقم واحد لحد دلوقتي يعني في الدوري، وعايزين يحافظوا على المكسب اللي هم وصلوا له، لانهم من ساعة ما بدأوا ما خدوش بطولة وشكلهم بقى وحش قوي على كل الملايين اللي بتتصرف دي.
فكان من باب اولى بدل ما تشتت لعيبتك انه الجمهور جاي، لا الجمهور مش جاي، انا هعلي اسعار التذاكر وندخل في حواديت ستات، كنت خليتهم يركزوا في التمرين، ان النجاح مش بالحركات، النجاح بالتعب والمجهود. وده اخر الكلام. سلام.